على الخير والمحبة أعزائي المشاهدين، نلتقيكم دائما وهذه حلقة جديدة من برنامج دواوين وسوالف. احنا اليوم ضيافة الشيخ حامد محمد خليف السعيدي، شيخ عشائر البجمعة في بغداد. حياك الله شيخنا. بارك الله فيك، الله يعزك. الله يسلمك. شيخنا اذا تسمح لي، كاميرا قناة المسار الفضائية اليوم حطت رحالها في مضيفكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالفضائية وباللي وياها. تسلم، حياكم الله. شيخنا بداية كل سؤال بحلقتنا نسأل عن العشيرة وأصل العشيرة وموطنهم الأصلي. عشيرة السعيد عشيرة من عشائر زبيد، نزحت من اليمن، وهي قبيلة وليست عشيرة، تتكون من 14 عشيرة. أبرزهم عشائر السعيد البجمعة، وتتكون من 6 عشائر، وهي ممتدة من البصرة إلى كركوك ومن الديوانية إلى الموصل، وثقل عندنا كبير بمحافظة الديوانية وبالأخص سومر والدغارة. العشيرة دائما تسمى بالسعيدي أو تسمى بالخليفاوي وتسمى بتسميات كثيرة، منهم يقولون نسبة إلى الجد، منهم نسبة إلى المنطقة. السعيد نسبة إلى من؟ السعيد سموا السعيد نسبة إلى جدهم. نعم. المعتاد دائما عدسة كاميرا دواوين سوالف أن نزور كل المحافظات، وبغداد لها حصة أيضا بزيارة كادر المسار وإلى برنامج دواوين سوالف. طبعا احنا هذا المعتاد عليه، العشائرنا كلها موجودة كان في بغداد أو بالمحافظات. بغداد لها خصوصية خاصة إن شاء الله، خاصة بمن، لأنه تعرف القرى بها متواجدة العشائر دائما متجمعة. في بغداد دائما الناس في أعمالها خاصة فترات الصباحية تتواجد في شغلها في مكان عملها، فصعب التواجد. أنت شلون طريقة جمع إخوانك وولد أخوك وولدكم هذول كلهم، شلون تجمعهم بالتليفون إذا صارت فد عندكم فد قضية ما؟ والله احنا انتم هاجيتكم مثل مفاجأة، والله احنا لو ندري بيكم تجون كان جمعنا أكثر من هذا العدد ب10 مرات. والنعم منكم، والنعم لكنه انتم مثل فاجأتونا. الخطار يجي متى ما يجي، واحنا خطار. واهلا وسهلا بالمهلي. انتم مثل ما تفضلت، انتم داخلين بكل بيوت العراقيين، لان انتم مو خطار. الحمد لله. اهل قناه، هاي قناه مالتكم. فاحنا هسه جمعنا المحيطين بينا بس، اما لو انت مبلغنا ان شاء الله كان نجمع لك غفر كبير من عشيرتنا ان شاء الله. لا بيكم البركه، عددكم قليل بس انتم صيتكم واصل وحشاياكم الزينه والمعروفه دائما واصله لكل الناس. شيخنا حتى انا استنزف كل حشيك حتى الجماعه ياخذوا راحتهم. الجماعه افخاذ البقيه المتواجدين اليوم ضيوف يمكم. موجود طالب ال حبيب ال جبير، والنعم، احد رؤساء عشائر ابو بدر من السعيد. نعم. جماعه ابو جمال عبد الصادق شاشه الهندي، ابو عبد الله رشيد ال خليف رئيس فخذ ال خليف من عشائر السعيد. جاسم الخلف السعيدي رئيس فخذ الفهد من عشائر السعيد. عندنا ضيف عزيز وكريم واخ علينا اللي هو ابو اديب المحمداوي، والنعم، احد رؤساء عشائر ابو محمد بيت نويصر. والنعم، هذا الزلمه، والنعم، هذا اخونا وجارنا وعزيزنا، واحنا وياهم تقريبا واحد. نعم. حياهم الله. منين انا نيابه عنك هم ارحب به، لانه ضيفك ضيفنا وضيف الدواوين وسوالف اليوم مثل ما المعتاد على برنامج. حياك الله، حياك الله شيخنا. ايضا شيخنا احنا المعتاد انه كثير من الاسئله نوجهها الى بقيه الضيوف، فانت ترخصنا انه نحول هنا يا شيخ طالب. توكل على الله وميت هلا بيك، وانت تؤمر وانت المعزب واحنا الخطار. كفو كفو منك. ايضا وانا اعزائي المشاهدين الشيخ طالب جبير السعيد، ايضا هو من ابو بدر، فخذ ابو بدر. شيخنا انت الفخذ هذا هم نريد نسمع من عنده. انتم كلكم رايه واحده ان شاء الله، رايتكم هم نعم السعيد، وحده اسم جمعه احنا كلكم الجمعه. نعم. ايضا نريد التسميه وعددكم. احنا اسم بدر، جدنا اسمه بدر. نعم. يسمونه بدر العشيره. الله. يعني لقبه في عشيره السعيد بدر العشيره، ونسبه الى جدنا بدر اصبحت عشيره ابو بدر. نعم. وعشيره ابو بدر هي عشيره احد عشائر السعيد، لان السعيد 14 عشيره او 12 عشيره، لان عندنا عشيرتين ساده احنا. نعم. ضمن عشيره السعيد العامه. نعم. واحنا عشيره من عشائر البجمعه بالنسبه لابو بدر. نعم. فنسبنا نسبه الى جدنا بدر، احنا اصبحنا عشيره ابو بدر. وعشيره ابو بدر ايضا
تقسم إلى عدة أفخاذ، ولكل فخذ رئيس. نعم. ومنها موجودة بالديوانية، ومنها موجودة بالشوملي، ومنها موجودة بكربلاء، ومنها موجودة بالمسيب. نعم. حالها حال عشيرة السعيد، لأن السعيد قبيلة. نعم. والقبيلة كبيرة ممتدة مثل ما تفضل الشيخ من الموصل إلى البصرة، ومترامية الأطراف في مكانات عديدة. أحسنت شيخنا كل عشيرة لها مآثر. نعم. المآثر منها بالكرم والشجاعة والبطولة وإصلاح ذات البين. نعم. إذا تقدر تذكر لنا أحد المآثر عند السعيد. مآثر السعيد من العشائر اللي اشتركت بثورة ال20 وانطت شهداء، وكان مظهر الصقب الله يرحمه الرئيس العام للعشيرة هو أحد قادة ثورة ال20 في الفرات، لأن أنتم تدرون جنابكم ثورة ال20 انبثقت من الرميثة، من شعلان أبو الجون شيخ الضوالم. نعم. وامتدت على شعلان آل عطية اللي هو شيخ الأقرعين وصلال الموح ومظهر الصقب. نعم. وبيت الهيموس. وامتدت إلى أن امتدت وصلت إلى النجف وإلى الرارنجية. نعم. وكانوا من أهلنا ومن عمامنا شهداء، ومن ضمنهم عمي شنبارة الحبيب استشهد الله يرحمه بثورة ال20. ومن عمامي من تاش الياقوت الصوب، وصوب الإنجليزي وهو مصوب، يعني أثنى على الإنجليزي وصوبه. والنعم. وأخذ بندقيته ودزها المظهر الصقب. هذه من مآثر عشائر السعيد. نعم. ومن مآثرهم الكرم. والنعم. عندهم كرم، وعندهم شجاعة، وعندهم حمية، وعندهم روح وطنية كبيرة بالنسبة لعمامنا السعيد. نعم. في كل مكان. سؤال هو للشيخ. نعم. بس شيخ حامد، بس أنا بدي أسألك إياه. نعم. اشمعنى الشيخ العام يعني المفروض يقعد في الأكثر الغالبية الكبيرة مثلا من العشيرة، أنه يقعد لازم بجانبهم. نعم. أنا شوف الشيخ حامد اليوم قاعد ببغداد يعني. والله أستاذنا الفاضل، أنت تدري الله يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الإنسان انتقاله قد يكون، احنا عندنا عدة أسباب. من الأسباب أنه قد يكون الإنسان في زمن سابق قتل من عمامه، وعمامه يطون جلوة عليه، وقسم منهم يتبع خبزته، وقسم منهم يتبع ظروفه المعيشية. فإحنا الأسباب ما ندري شنو اللي إحنا سبحانه وتعالى الله جعل مسكننا في بغداد، هي لأسباب عديدة. بس انتم موصولين ان شاء الله، ما منقطعين يعني هذا اتصال بينكم بين ابدا ما عندنا انفصال بعضنا عن بعض. البارحه احنا كنا احد شيوخ عشائر السعيد المرحوم شمران العريبي شيخ عشائر المغريين بالنجف، وكنا الشيخ ابو فراس والشيخ ابو جمال واني اعوذ بالله من قولة اني وشيخ محمد وعراضه وشيخ غسان الصقب ويانا ايضا على راس العراضه اللي راحت وحضرنا الفاتحه ثاني يوم الفاتحه. اول امس احنا اجينا من الفاتحه. والنعم احنا لا الغايه للشيخ حامد انه حتى لا يتعب يروح منا عاد يبقى هناك، لو يخلي له فد مكان هناك مستقر له، يخلي له 5 ايام هناك. ما هو اذا ظل 5 ايام لازم النوبه يسوي له عيال هناك وتفرق، خاف النوبه احنا ناثر عليك شيء. اذا سمح لي الشيخ ابو مشتاق. نعم. اني عندي مضيف بقريتي وعندي بيت بقريتي، بس مو يهمكم شيخات مسوي مجعدتني هنا. اي المصلحه ما بيش عامر ندعي لك بالخير ان شاء الله. قريتي وبيتي هناك اللي هو مساحته اكثر من 3000 متر. والنعم الله يزيدك. اضافه لا سمح لي، لا شيخ هو تاجر الان. الحمد لله الحمد لله. التجاره مثل ما قلت لك الرزق استاذنا العزيز. نعم. الرزق يتبع اي مصدر العيش يتبع. واحنا نعم. كذلك ايضا عملنا تجاره وعملنا شيخه عشيره. نعم. لكن احنا ما مفارقين عمامنا وما منقطعين. احنا يوم تلقينا بالديوانيه، يوم بالكوت، يوم بالناصريه، يوم بالسماوه، حتى وكل الزينات ان شاء الله. حتى عندنا اتصال مع اخواننا بن سعيد بالناصريه ومع بيت مشاي، واحنا قضيتنا وحده وطلابتنا وحده وحضورنا واحد. واذا صارت قضيه عندنا نحولها على بيت مشاي بالناصريه، واذا عندهم قضيه ببغداد يحولونها علينا ونحلها مضيف الشيخ او مضيفي او مضيف اي شيخ من شيوخ السعيد. كفو منك شيخنا، وانا اشكرك طبعا كفيت ووفيت ممنون. واذا احتاجينا كم نرجع لك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دائما بكل حلقه من برنامجنا دواوين سوالف نحضر شاعر، واليوم ضيفنا شاعرنا الاخ حيدر الحميدي. ايضا هو اليوم ان شاء الله يسعفنا ببعض القصائد الشعريه او فواصل شعريه. نسمع منك يا شاعرنا حيدر.
راح اجمع همومي بجنطة اللوعات، واشيل همومي كلها وحيرتي لوحدي، وقعت الجواز بدمعة من العين، وفيزة من الغرب والرسمة بخدي. رايح يا وطن ما عندي كل شي هنا، ومن ارضك شبر صدقني ما عدي. اذكر بالحصار شقد عصرني العوز، وشديت اش كثر بس ما شفت شدي. اذكر بالحصار شقد عصرني العوز، وشديت اش كثر بس ما شفت شدي. وبعز الشباب وبإيدي شلت سلاح، وخلصت السنين لخدمتك جندي. بساتين على قاعك خضرت ورود، وجت حفنة الشظايا وقطعت وردي. وكل هذا ورضيت وقلت بك الزول، باكر تنجلي وغيومها تعدي. وتهضمني من اشوفك جمع عديد التام، وتهضمني من اشوفن حرمة عدها ايتام. وقفت على الرصيف وقامت تجدي، وتعدي وتقلب يا وقت يا يوم. مو كبرت حصرتي وصارت بقدي، قاعك طين صارت من نزيف الموت، ومن نمشي عليها دمومها تندي. قطع موتش كثر دقينا على الحيطان، وبالجملة جثث للمقبرة نودي. امس واحد مفجر نفسه على الزوار، ويقولوا يا الرسول اليوم متغدي. امس واحد مفجر نفسه على الزوار، ويقولوا يا الرسول اليوم متغدي. بريء الله ورسوله وما ارضى الاسلام، ولعن جند الجهاله الحشدوا ضدي. شماء والسفر رد صوته سمعه يصيح، شمال والسفر رد صوته سمعه يصيح. لابوي الصوت هذا الصاح والجدي، وقال الروح ردي والوطن ما ينعاف. الحنين وطيبه هنه، وللبلد ردي الدواوين وسوالف والحكي الموزون. وللشيوخ الاصيله الخير هيبدي، للبصره العزيزه وطيب البذيقار. وميسان الحنين الهور والبردي، للكوت العزيزه وحله الشجعان. لديار السماوه وطيب اهاليها، ديوانيه الحب والنجف كرار. ولهالي كربلاء وكل مرقد اللي بيها، الكرم اهل الرمادي وود صلاح الدين. ولدياله اللي يريح القلب طاريها، الكركوك الاصيله وموصل الحدباء. لبست الثوب الاخضر كله راضيها، والطيب الشمال وقعدة الشلال. وجبال الابد ما حد يلاويها، وتظل بغدادنا حديثه وتعجب الناس. ويحتار الشعر يرسم معانيها، لو صبوا علينا من الرصاص امطار ننطر واحنا وما يوم ننطيها. لو صبوا علينا من الرصاص امطار ننطر واحنا وما يوم ننطيها. احسنت احسنت. المايك خليه يم الشيخ، خليه المايك يم الشيخ. احسنت احسنت شاعرنا، نشكرك جدا وكفيت ووفيت، بس احنا نحتاجك مره ثانيه ان شاء الله نرجع له. ايضا معنا اعزائي المشاهدين الشيخ عبد الساده كشاش، هم ايضا احد عشائر السعيد البدو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السعيد قبيلة أصلها بدوية نزحت من اليمن إلى الشمال، نعم. إلى العراق، وسكنت الجزيرة الفراتية وانتشرت في أنحاء العراق عامة. أعلى اسم بها هو اسم جمعة، هو أصل السعيد. وعندنا مثل يقول له لا ضاع أصلك قول أنا جمعاوي يلا تنتسب للسعيدية. من ضمن هذا اسم جمعة هي عشيرة البعلان من عشائر السعيد، يرأسها الشيخ رميض الرطان اللي هو يكون ابن عمي. أهل انفصلوا من هذا الاسم من البعلان بالبدوية، ظلوا مشلبين وترأسوا عدة عشائر من اسم زبيد، يعني تجانسوا. وكانت لهم سربة معروفة بسربة السعيد للغزو والغيرة والدفاع عن العشيرة ومآثيرها. ولهم وقفات مع عشائر ربيعة مثل ما تقول، معارك وتاريخها اللي ماشي على طيلة السنين. وأخير شيء بسبب مثل ما تقول الجمهورية سكنوا مشروع دلمج وما يسمى بنهر منشد الدريساوي. نعم. وبسبب مثل ما تقول التطوير وضرب البادية وضرب الفلاح دخلوا معظمهم إلى بالمدن توزعوا. الآن مسكنكم؟ الآن مسكني في قضاء الصويرة ناحية الحفرية
بالحفريه. حياك الله، كل اهل الحفريه والنعم منك ومن اهل الحفريه كلهم. شيخنا البدو عاداته تختلف عن بقيه العادات، يعني هي كلنا احنا عشائر وكل هالقعده هم بيهم البركه، بس البدوي عنده خاصه يعني مختلف. والله هي مثل ما تقول كانت البدو لها ديوانها الخاص ولها مجالسها ولها قصيدها. احسنت. الخاص بالنسبه متخذين هذا الشيء عن وراثي، ولكن احنا بسبب الدراسه التجأنا الى الوظائف ونسينا مثل ما تقول 3/4 البدويه. زين. شيخنا هسه احد معزب من عندكم لو ماكو؟ لا ما عندنا هسه اعتبار البدوي عندنا على بدويته مثل ما تقول، ولكن احنا بينا خصيصه قبيله السعيد اسم جمعه متواجدين في لحظه. شوف هذا المضيف في عده مناسبات تجي مثل ما تقول تلقاه متواجد من كل السعيد، اهل الشمال واهل الجنوب واهل كذا، ونابذين الفتن والطائفيه. والنعم، وهذا نريده. هذا شيء نافذينه. احنا دائما وقت عندنا مؤتمر هنا مضيف الشيخ، سواء مؤتمر عشائري او سواء مؤتمر رابطه السعيد لقبائل عشائر العراق، وهي تاسست بهذا المضيف وكانت رئاستها الشيخ عبد الصادق شاش هندي. احنا لا ما سوينا اي مؤتمر خارج هذا المضيف، وهو على نفقه الشيخ حامد السعيدي، والمال مال الله، ولكن لهدايه الله اليه وهدايته وكرمه خلانا لن نحتاج لا ناخذ دعم من مؤسسات خيريه ولا دعم من مؤسسات حزبيه. هو دائم وقت على نفقته مثل ما تقول مستمر عملنا ورابطتنا وعشيرتنا لحل مشاكلنا، وحتى الانتخابات احنا نشجع، ما ان شغله بالسياسيين، نشجع الرجل المناسب مهما يكون من اي حزب او من اي تيار، ان نعرف نسبه وحسبه. نعم. وبكفايه لخدمه العراق وللوطن وغير طائفي، هو يكون المفضل ليد قبيله السعيد في كل مكان. وبالاضافه لذلك شيخنا بدي اثني على كلامك، الانتخابات ايضا هي الفيصل الوحيد، لانه هي مرحله حاسمه جدا. احنا ما نقول للاحد روح انتخب فلان او فلان، بس هو اللي يشوفه بالكفايه ويفيده ويفيد عشيرته حياه الله وينتخبه، وصارت القائمه مفتوحه. احنا نثقف لابنائنا نعم هذه الثقافه، ان هو يرشح ابن الحموله اللي عنده خدمه اولا للعراق عامه وخدمه الوطن وخدمه المجتمع، وليس جاي من اجل نفسه او من اجل كيان يخدم كيان. فاحنا هذا خدمه الكيان هو خلي يكون ابن كيان، ولكن احنا نعرف خلفيته. احنا ما لنا شغله من ان كيان يكون، ولكن نعرفه هذا فلان ابن فلان وفي للعراق ووفي مثل ما تقول للمجتمع ووفي للمنطقه، وعندنا خدمه العراق فوق الكيل ونابذ الطائفيه. وهذه اللي احنا دائم وقت نتداول وابناء عشائرنا، وسوف تحضرون في هذا المضيف ان شاء الله عن قريب، وتلقون السعيد هنا موجودين وتلتقون بهم. بيكم البركه، بيكم البركه، تكونون اعزاء، ونشكركم كل الشكر على هذه جيتكم لنا اليوم. تسلم. في مضيف الشيخ حامد خليف شيخ عشائر اسم جمعه العام، والذي يتكون من 6 عشائر وليس عشيره واحده عن نوع الحديث. وهذه العشائر اكثر من 70 رئيس وخذ بها، واكثر مثل ما تقول من شيخ عام، اكثر من 10 شيوخ عامين هم يمتلكون هذا الشيء، ورايهم واحد مشترك وحل مشكلتهم. والسعيد بكل العشائر مشاكلها سريعين الحل اذا كان الحق عليهم، سريع ما يزوعونه، سريع ما يحلون المشكله. وابسط واحد بالفصول، اذا كانت الفصول الارهاب الناس تاخذ 100 وتاخذ 40، هم يمكن يقتنعون باقل شيء ما سنه، ومرتبطين بدستور العشائر وقانون العشائر وصله العشائر العربيه الاصيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكفونا سؤال اخير، الحديث وياك كلش حلو. بمن تنخون؟ صبحه. والنعم. يتنخون بخوة الصبحه، ولكن لهم عشائرهم. البعلاني يتنخون بعليا، عليكم السلام، تفضل استريح. اخوه 6 النداء انه انقتلوا منهم 6 رجال في معركه على قلعه خوان مع عشائر الاقرع بزمن الاستعمار على شغله الاراضي. والنعم منك ويبارك بيك. نعم الله عليك وتسلم لنا وحياك الله، انت ما قصرت ان شاء الله. مزاكم ان اليوم. الله يحفظك. تسلم لي شيخنا، وانا تعبتك هواي بالاسئله. لا ان شاء الله، بس الحديث وياك حلو شيق ان شاء الله. تعبكم راحه. الله يسلمك وبيك. صارت ان شاء الله ماكو مشاكل، بس هي تجي تطرد مشاكل. ان صارت انتم من يومكم قاضين هالشغله، وان ما صارت شويه ثقيله يمشي جمعه.
اي بالضبط، اي حكايتك مضبوطه، بانه احنا اللي نتمكن عليه ما نخليها تصل يمه، بس اللي تستعصي الشغله ف يعني نجبر ان نجي عليه او الاخوه الباقين وياه وكذلك شيوخنا بس خاصه ابو فراس حامد السعيدي هو اللي يعني متبني الموضوع باكمله، سواء مثل ما يقول ماديا او غير وما منتمي لشغله اخرى. فنستحمد الله ونشكره. الحمد لله. شيخنا البخليف نسبة إلى الجد أيضا. نعم، البخليف جدنا اسمه خليف واحنا سميناه وكذلك على ضوء الاسم. آل خليف بقى على اسم جدنا اسمه خليف. نعم بالضبط. في بغداد بس. نعم في بغداد انتم. بيتي لا الآن الفخذ مالت الفخذ. ديالة والمدائن. اي ديالة والمدائن. نعم. فخذ البخليف. وأنت أيضا سكن بغداد. أنا سكن بغداد وسكن المدائن. ماخذ اثنين نسوان؟ لا وحده. باني بيتين؟ اي نعم. انت اذا ماخذ اثنين خلص احنا ما حد يدري ترى. وما احنا ما راح نحكي ابد، ما راح نحكي. لا ان شاء الله ما نقول بس يعني تطلع ان شاء الله. شوف هذا واقع. لا احنا اللي ندري بيه نسمع بيه بيتين معناته يعني هو لا بالاصل كان بيتي هناك. فاني ولا يزال. فتحولت لبغداد وبقى بيتي هناك، اروح مزرعتي وبيتي نرجع عليه واخوتي هناك وكذلك. هذا على مطار الزواج شيخنا. هواي الشيوخ خاصة الشيوخ العموم ومن عندهم يعني حتى رؤساء الافخاذ. نعم. ياخذون اثنين وثلاثة. صحيح. هاي والله هي عدة اثر قصير. اللي ياخذ اللي متكفي بزوجته ومتكفي به مثل ما يقول هو راضي عليها، عليش ياخذ ثانية او ثالثة او غير. هاي وحدة اثنين احيانا تجي كرم. اي تعال يجبر ان ايوه مجبور خطيب. ايوه يقول يتقبل. اي يعني هم العالم تكرم بنسوان. نعم. اي هو اذا كرمته يقول لك مقبولة المغفورة، واذا بالعكس مغفورة المقبولة. يعني اذا رادها فيقول له مشكور، واذا ما رادها يقول له هم كذلك مشكور، بس بمثل اللي حكيت. شيخنا هذه مو شوي هسه حاليا انتهت هذه الامور، احنا هم نرجع هذه تقاليد وعادات طبعا. نعم. الشيوخ كانوا هو الشيخ يكرم والناس تكرم الشيخ. صح. والشيخ يكرم شيخ. صحيح. الان ممكن يكرم بجوز يكرم له بعضاء، يكرم له بدشداشه بغتره بعقال، بس ما يكرم. لا هم اكو بس بقله شيخنا. بقله جدا. قبل كانت بكثره بس حاليا قلت الغاية كانت هو انه يريد ينطي المرأة. احنا نريد نوصل الى غاية ما. نعم. يريد ينطي المرأة حتى يناسب الشيخ، لانه يقول لك تعرف الشيخ حتى يصير انا اصير خال الشيوخ. صحيح. خال الاولاد يصير مو، ومن باب التقرب ومن باب انه هذه الشيخة ماخذتها ناس ذو عراقة واصالة وامتياز ومعروفين النسب والى اخره، فيقول لك انا اناسب لشيخ نعمة فضيلة فينطي مرة يكرمه. صحيح. وهي بحد ذاتها هي زينة مو فشي مو زين بالعكس. بالضبط صحيح. شهادتك لطيفة. تكاثر ان شاء الله وبيك البركة شيخ. الله يبارك فيك. يسلمك. انت اذا عندك شيء احنا ما عندك. لا تشرفنا بكم جيتكم، هذا المضيف مضيفكم وكل مضايفنا مضايفكم، وان شاء الله احنا وحدة والدولة وحدة بعونه وتعالى. فمثل ما تفضلوا الاخوان الشيوخ القبلي، احنا اللي بالنا نعرفه منه الشخص اللي متمكن على مساعدة الآخرين. يبارك بيك شيخنا احنا حقيقة انت كفيت ووفيت والحديث وياك شيق. بس احنا الوطن بحاجة انه، وتعرف احنا نمر بمرحلة قادمة مهمة جدا اللي هي مرحلة الانتخابات. احنا نريد نقول لكل الناس الطيبة بانه الوطن بحاجة لكم. الانتخابات احنا ما نريد نشحذ الهمم لأي شخص معين، بس احنا نقول الانتخابات واجب انه كل انسان يروح، لانه الوطن ما يبقى فارغ بدون قادة سياسيين. فاكيد انت شنو رايك؟ يختار اللي مناسب للشغله مالت الوضعيه العامه مال البلد بصوره عامه مثل ما يقول. اكو منهم شيخنا معترضين انه يقول لك انا ما اروح يعني. والله هذا يعني انا اعتبره المفروض عليه يروح ينتخب اللي بداخله. اللي بداخله القائمه مفتوحه. القائمه مفتوحه لكل شخص. والزين قلت لي يقول الهلال مبين وكل عين تشوفه. الزين ويخدم بلده ويخدم شعبه وعشيرته، فاكيد معلوم وهو اسم وعلم ان شاء الله، والناس تنتخبه مع طول قائمه مفتوحه. اي صح. يجب على كل انسان عراقي في كل المحافظات، انا ما اقول علي فلان وفلان، يروح ينتخب اللي لهالبلد، لانه هذا راح يجي له وابنه وغير. يجب ان يروح ينتخب اللي
الملائم اللي يقنع به هو، خلي يقنع به هو الشخص اللي يروح ينتخب. ان شاء الله ويبارك فيك شيخنا. تسلم لي تسلم لي، الله يحفظك. ايضا اعزائي المشاهدين ويانا المايك للشيخ علي. الشيخ علي ايضا من احد العشائر الموجوده في بغداد، وهو رجال علياوي طبعا. الجماعه قالوا ابو محمد محمداوي من النيسراوي، طبعا هم خواننا. وبيك البركه شيخنا وحياك الله. انا مكان شيخ حامد اقول لك حياك الله بمضيف. الله يعزك، وانا ممنون جدا منك ومن فضائيه المسائل العزيزه. أنا علي جبار الحاج كاظم خلف النويصري، شيخ عشيرة بيت خزعل من عشائر بيت نويصر، وبيت نويصر عشيرة من عشائر أبو محمد. الحقيقة احنا في منطقة واحدة متواجدين دائما في هذا المضيف العامر. هذا المضيف يجتمعون به نخبة طيبة خيرة، يجتمعون على الود والمحبة والأخاء. والشيخ حامد متفضل في هذه المنطقة، يحل مشاكل المنطقة، يحل مشاكل الناس، سباق في فعل الخير لكل من يحتاجه، يساعد المحتاجين دائما. وقته وبيته مفتوح، ومتعاون مع كل أبناء المنطقة. أنا ما أريد أتكلم عن عشيرته، أتكلم عن المنطقة، لأن الشيخ حامد إلى باع طويل، يعني لأنه وجه اجتماعي معروف ورجل متمكن، وهذا بفضل الله. وهذا احنا نسميه بالعشيرة بختي ولا بخت. فهذا رجل هو وعائلته وولده سباقين لفعل الخير، لحل مشاكل الناس، واغلب المشاكل بالمنطقة تحل في هذا المضيف. والنعم ان شاء الله حل الزينات ان شاء الله واصلاح ذات البيت. للطيبات دائما يسعى لحل كل المشاكل، لفعل الخير دائما للمحتاجين. هو مساعد موجود في كل الطيبات ان شاء الله. بارك فيك شيخنا وما قصرت ان شاء الله. الله يعزك، واهلا بك مره ثانيه بمضيف ابو جمعه، حياك الله. ممنون جدا، ممنون. تسلم لي. المايك للشيخ اللي حقيقه اجانا بزي والان زي. شيخنا احنا دائما نسعى الى انه نثقف الشباب، نوصلهم الى مرحله نقول لهم هاي عشائرنا، هاي دواوينا، وهاي مجالسنا، وهاي مضايفنا. انت ايضا دائما الوالد موجود وان شاء الله به البركه، بس انت اشوفك ايضا لابس الزي العربي ومتهيئ، يعني انت دائما تمشي ويا الوالد؟ بالتاكيد. شباب كثير هسه موظفين بالدوله، والشباب اكثرهم وكلهم بصوره عامه اصحاب عشاير، فتلقاه افندي اثناء الوقت الدوام الرسمي، بس من يرجع لبيته تلقاه لابس الزي العربي قاعد مضيف ويا والده او ويا عمه ويا عشيرته، يسمع الحكايه الزينه والحكايه الطيبه من الدواوين. احنا حقيقه انا اشجع، يعني شخصيا اشجع كل واحد لابس زي هذا العربي، وخاصه بوقته. يعني احنا ما نقول لك انت دائما البس عقالك، بس بوقته. بس بالاضافه لذلك احنا ما نريد نلبس الزي العربي واحنا ان شاء الله بعيدين كلكم عن هذا الموضوع. احنا نريد دائما يطلع من الحلق الطيب الحلو، تطلع الحكايه الطيبه، اصلاح ذات البين. نقول لكل الناس انتم اخوان ان شاء الله بهذا البلد، ما بيكم ان شاء الله لعوج، احنا كنا ان شاء الله. وحتى الانسان اللي يقول جماعتنا اللي يزلف عن الدرب، احنا نرجع نقول له لا، هذا الطريق الصحيح وامشي عليه. بالتاكيد من نقعد بالمضايف، الحج والدي علمنا من يلبس العقال لازم يحترم العقال اللابسه، فما ينطق غير الصحيح، ما يفعل الافعال غير بس الافعال الطيبه ان شاء الله. وهي كلها من تعليمات المضيف بصوره عامه. اقول لك انا قلت فراس اسمك مو؟ فراس اللابس العقال الى طقوس خاصه، مثلا يعني ما يصير وهو واقف مثلا يتناول بعض الاطعمه مثلا بالشارع، هذا نعم. يعتبرونها عيبه. يعني مثلا كان قبل مثلا هسه حاليا مثلا اللي ذو رتبه عاليه ما يصير يوقف وياكل مثلا لفه مثلا بالشارع، ما يصير يتصرف تصرف خوفا انه لي. فدائما تكون لابس زي العربي، دائما تكون يوصل الى مكان مناسب الى خاص به، يكون قدوه للمجتمع العايش الموجود به. نعم. ممكن اذا بزيك العادي لا، ممكن توقف في اي مكان، ممكن شباب بعد وكثير اصدقاء يطلعون يطبون، بس من تلبس زي العربي لا، الاحتراماته ولا قدسيه خاصه بهذا الشيء. ان شاء الله بك البركه. انت الوالد ما يتعبك؟
والله حتى تعبني الوالدي بعد هذا. لا يتعبك بامور العشيره، العشيره ما شاء الله العام لا الحج يراد له واحد سكرتير بهاي المساله. والله لو احنا عنده جريد لو اكيد هو متعب. احنا نخاف على الحج، هو التعبان، احنا ما نتعب ان شاء الله شباب بعدنا. ان شاء الله بيكم البركه. لا هو انتم امتداد لهم يعني. بالتاكيد ان شاء الله. لو ما هي شلون وصلت له وشلون وصلت لغيره. صحيح فاكيد انتم واحد يكمل الثاني. هذا شيء طبيعي، والحج اي شيء يحتاج احنا الامور الطبيعيه، الامور النسخ ما نسخ، هاي تعرف الامور العشائريه، المضبطات الشغلات هاي كلها احنا نقوم بها انا واخواني الموجودين. ان شاء الله بيك البركه. وانا اشكرك ويبارك بيك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله وانت اهلها ان شاء الله. بارك الله بكم. ومثل ما يقول يعني هالشبل من هذا الاسد يعني. الله يبارك فيك. وانا بهاي المناسبه الله يسلمك. بهاي المناسبه نرحب بقناتكم الموقره، وان شاء الله هاي مو اخر مره تمرون علينا. ان شاء الله احنا ان شاء الله موظف مفتوح لكم. واحنا ايضا برنامج دواوين وسوالف دائما يرحب بكل دعوه تجي كان من عشيرتكم وبقيه العشائر، حقيقه حتى المناطق الغربيه. شرفون الان انا عندي اكثر من دعوه للمناطق الغربيه، واحنا ان شاء الله المخرج استاذ ضياء ان شاء الله هو عن قريب ان شاء الله يسوي لنا جدول معين انه ايضا نروح المناطق الغربيه لانهم حقهم علينا، واحنا رايحين سابقا. بس احنا اليوم وصلنا ربعنا عاد في بغداد هم يعاتبونا يقولون ليش ما مريتوا علينا. يتعتبوا عليكم ولا تسلم. لا ان شاء الله ما متاخرين. حياكم الله. اشكرك. المايك للشيخ يم الشيخ. طبعا شيخنا احنا اخذنا جماعه بهواي سوالف وحكينا، بس نرجع لك. اهلا وسهلا وبكم خير ورجعوا 3 نوبات 4 5 احنا حاضرين وبخدمتكم، واليوم احنا نعم خطار عندكم. تسلم بيك البركه وانتم الخطار. الله يحفظكم. شيخنا مثل ما تعرف احنا برنامج دوام سوالف يعني ما عندنا احنا تكلف بحديثنا، احنا ديوان والديوان مفتوح. تعرف العشاير مرات يجي واحد من العشيره هم زمت برايه يقول انا اطلب كذا للفصل، اطلب للحق كذا، اطلب يعني فد ارقام اصبحت الان اكو فد عادات شويه منبوذه من قبل الشارع يعني. يا ريت انتم توجهون فد كلمه لكل عشائرنا بانه هلا تنهلا بالناس الزينه نراعيها، اذا وقعهن وخلاهن جو الفراش ترى هن اله وباكر عقبه هي الدنيا دين وسلف. شو تقول شيخنا؟ والله اقول على شبابنا اللي يعترضون على الفصول ان يقولون هذول الشياب اللابسين عقل كل واحد حاط بعقاله 5 مخايط والنهار كله يخيط، لانه هو من يسوي طلابه ما راح يسدها هو، يسدونها هالعقل القاعده وهالشياب القاعدين وهالشيوخ القاعدين. فنوصيهم انه لا يعترضون. وكو فد فقره اريد احكيها من رخصتك استاذنا الفاضل، احنا عشيره السعيد اللي هي 14 عشيره ذات الشيخ الواحد. احنا عندنا اميرنا غسان الصقب، بس السعيد من الصعيد منفصل ما يتكلم غير الشيخ. ولا اعتقد يوم اللي انا هسه عمري صار الحمد لله والشكر ولو ما داعي لنا هنا لانه 61 اي حتى لا حد يسمعني. ما شاء الله ما شاء الله. ما اعتقد يوم شفت فصل واعترض واحد من الديوان وقال بويا هذا كثير لو بويا هذا قليل. ومن ايام هالشايب قاعد بصف ابو اديب جاسم الخلف السعيدي احنا قاعدين بفصل وحكى واحد والله وداعتكم حكى واحد والله ما سمعت الا برا الحديقه شمروا هذا الحكى اعترض على الفصل. فاحنا عشائر السعيد من يسولف الشيخ الحمد لله والشكر بختنا حاول كل شبابنا. نعم. وشبابنا ابد ما يتكلمون رغم يصير مدانشه ويصير اجتماع قبل الفصل ونقرر قرار، لكنه اثناء الفصل من يقعدون الجاويد ما يصير سوالف. نعم. شيخنا تعدد المشيه من كل العشائر هي هذه طبعا حاله صحيه وحسنه يعني انهم يجي عشيره من السواعد تجي عشيره، وخاصه احنا جماعتنا دائما يقدمون الساده قدامهم وبقيه العشائر يعني متفرقه من كل قبيله شخص او رئيس فخذ او عشيره عام يقدمون. هي الغايه على مود تسهيل امر المبلغ الكلي اللي راح ينطري اثناء الفصل. استاذنا الفاضل كثره المشيه قبل ان تكون تقلل من الفصل هي اكراما للمقابل. قبل ان تكون هذه انا السعيدي وهذا جبوري وهذا محمداوي، هي اكراما لذاك الرجل المقابل راح يشوف الناس انه احنا جايبين له هالمجموعه الكبيره اجلالا له وتقديرا له. هذه اول فقره. الفقره الثانيه هو من يجي يطيح لهاي الوادم الجايته هم يعني يعاونون
وبالاخص الساده الاجلاء اللي يجون الى الفصل لهم الحصه طبعا الكبيره، وبقيه الشيوخ. هسه ماكو تنسير، احنا قبل ينسرون لفلان للابو محمد للسعيد، هسه ماكو تنسير. يقول له ابويا للساده هالكثر وكل الشيوخ الجايين هالكثر، حتى لا يزعل احد الشيوخ ينساه ويزعل عليه. الكل ينسرهم كلهم حتى ما ينسي واحد. أحسنت. نعم. بك البركه ان شاء الله. شيخنا اريد ايضا كلمه للوطن وما يجول في خاطرك، لانه الوطن بحاجه لنا يعني حقيقه. والله الوطن، هذا الوطن انا من اذكر الوطن ابكي، بس شكل الوطن اقول الوطن انت اللي نسيت الخوف يوم الكون، وانت ابويا اللي صرت سد وما طلبت العون، الله. وانت اللي قلت للكلفات كل شيء هون، الله. وانت اللي صرت للطيبه غصن زيتون، نعم. وانت من تصد كل وجهك يصير عيون. الله الله. هذا الوطن الجريح نتمنى من اخواننا اللي قايديننا في الوقت الحاضر ان يحبون الوطن بس وهي تصفى ان شاء الله، ويحبون الاوتاد الموجوده في الوطن هم اهل البيت. نعم. اللهم صل على محمد وال محمد. الله يبارك بيك. احسنت احسنت. هسه عاد انت تجيك الهوسات، هسه عندنا فقره مال الهوسات، المخرج يشير لانه وقت البرنامج اوشك على الانتهاء، بس احنا نترخص من المخرج. يم شيخ طالب، شيخ طالب ايضا عنده مداخله بسيطه جدا. نعم. شيخنا انت قبل شوي قلت لي نخوه سعيد هي نخوه صبحه. عندك تعليق على صبحه؟ واتصور عندك تعليق. نخاوة الصبحة اكو بئر، والبئر باليمن كان هذا البئر اسمه صبحة، والبئر كانت تستقي منه العرب وياخذون فلوس واجور عليه، فبدأوا شوي يثقلون على العشائر بأجور الماء، استسقاء الماء للإبل وللحلال وللناس. فالسعيد تناخى وقالوا هذا البير ناخذه ونسويه مباح، ويباح علما لسقي الناس. فاحتلوا هذا البير، تناخوا واحتلوا البير وباحوا للناس تسقي الناس وتستسقي منه ببلاش. فصارت نخاوة الصبحة أخوة صبحة نسبة إلى البئر الموجود هذا باليمن. هذا موقف طبعا، هذا موقف كان مشرف، فكرموهم به انه هم اخوة صبحة، وظلت نخاوة صبحة. السعيدي هسه بالناصرية، والسعيدي بالفرات، والسعيدي بالشمال والبالجنوب، عندما يتضايق ينتخي يقول انا اخو صبحة. انت اذا تضايق وانت اخو صبحة وانت سعيدي تمشي بالديرة، عرفت هذا اخوك وابن عمك. اي فهذه هي نخاوة الصبحة. كلمة أخيرة يا شيخ طالب للبرنامج دواوين وسوالف والكل مشاهدي قناة المسار. احنا بالحقيقة نشكر قناتكم العزيزة بهذا اللقاء، واحنا مسرورين زارت مضيفنا واللي هو مضيف الشيخ حامد الخليف رئيس عشائر البجمعة، وهذا نعتبره احنا فد التفاتة من القناة إن لأنه كانت ناسيتنا. لا إن شاء الله ما ناسكم، احنا بخدمتكم، واحنا نعتب الحقيقة على قناتكم الكريمة، واحنا نقول نطلب بعد لقاء آخر إن شاء الله حتى تعوضونا، تأمرونا إن شاء الله، واحنا الله يبارك بيكم. والشيء الآخر اللي أنا أتطرق به الحقيقة للوضع الحالي للبلد، ووضعنا وضع يعني متعب وبلدنا جريح، وإحنا بالحقيقة نعتب على الناس اللي الآن هم على رأس قيادة البلد وهم السياسيين. والسياسي عليه أن يكون الروح الوطنية عنده روح عالية من أجل العراق ومن أجل البلد ومن أجل حب الوطن ومن أجل وحدة الوطن. احنا إن شاء الله بدورك تقول لكل المرشحين الجدد اللي جايين هسه حاليا ومستعدين للانتخابات انه نقول لهم الوطن والشعب. الوطن والشعب. والعراقيين احنا ذيك الساعة كنا نسأل او نطرح سؤال، العراقيين يزعلون على السياسي، ومن يقول العراقي انا ما انتخب حق العراقي، لان 4 سنوات مرت وما شعر المواطن العراقي بتقديم اي خدمات لا صحية ولا
وهذا يعتب العراقي، ومن يزعل العراقي حقه، لأن العراقي كان مضام في النظام السابق، وكان تعبان وكان مقسي عليه، وعندما يجي ويبقى بنفس القسوة وبنفس الأذية السابقة حقه يزعل على السياسي الحالي. واثنين نريد من السياسيين يتناسون الثأرات والضغائن بيناتهم، لأنه من ينسون الضغائن ويعتمدون اعتماد النبي صلى الله عليه وآله ومسار النبي. احنا من نقول نحب أهل البيت ونحب النبي، نشوف النبي سوى ويا قريش لما أذوا قريش، من اجوا واستلم واجوا فتح مكة ونسى، نادى عمار بن ياسر اليوم يوم المشأمة، قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام اصلح الأمر، فنادى علي بن أبي طالب اليوم يوم المرحمة. احنا نريد من السياسيين أن يرحمون وطننا ويرحمون شعبهم، وينسون كل الأمور والثأرات، أنه إذا سووا يا زيد من الناس كذا خليه يتناسى لأجل الوطن ولأجل الشعب ولأجل وحدة الوطن. هذا احنا اللي نقوله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الكرام الطيبين وأصحابه المنتجبين. تسلم شيخنا ويبارك بك. الله يبارك. تسلم لنا شيخنا. طبعا قبل ما ننهي حلقتنا دائما البرنامج معتاد أنه الإخوان والأولاد الموجودين هنا عتم محضرين نهوسات، فأنت ترخصنا أنه الولد وقوفا، طبعا احنا واقفين لأنه هذا المضيف العامر إن شاء الله بهلا، فنبلش إن شاء الله. توكل على الله. يا الله. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرة الهوسات. حقيقة جماعة هيئنا هوسة ما أعرف منين يبدو الشيخ، بس ترخصهم يا جماعة. توكل على الله، توكل على الله إن شاء الله. حيدر تبدي؟ حياك الله. بلادين ايش نفع الشيخ من يحكي ويظل شبه الجسد يمشي، بلادين البلد يتقسم من يصبح، بلادين وبلدنا توحد بنفس الهوية، بعون الله ورسوله تظل عزيز الدار، ونظل اخوه وعمام وجار، يحمد جار الفتن ما فرقتنا ولا حكي الاشرار، باكر تنجلي بجاهك علي الكرار، ها وحيدر يحضر يوم الكلفه وبس تنخاف، حيدر يحضر حيدر يحضر بس تنخاف، حيدر يحضر. اقول يا هل تنشد علينا تقول ذولا منين، يا هل تسأل علينا تقول ذولا منين، عراقانا وسعيد مصلصل الجلدين، يا هل تسأل علينا تقول ذولا منين، عراقانا وسعيد مصلصل الجدين، اللي ثلث بكتركم وثلث يم حسين، ها متطوي على لحق، ها يابا متطوي على لحق، ها يابا متطوي على لحق، ها يابا متطوي على لحق، ها يابا. أعزائي المشاهدين، بهذا القدر ومن المضيف السعيد ننهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دواوين وسوالف. إلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.